اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد كده، فيديو سريع لوصفه هتنفعنا في الميزانيات، يعني فكره تقدروا تطبقوها في من افكار الميزانيه اللي احنا بنعملها، لان طبعا اللي متابعني عارف ان احنا بنعمل سلسله فيديوهات ميزانيه اسبوعيه ب 500 جنيه. فالاكله دي اقتصاديه وحلوه جدا وبترمي معاكي كميه، فهتقدري تعمليها يعني تطبقيها عملي من ضمن اكلات الميزانيات دي. تمام. معايا كده حطيت في الكبه حبيتين من البصل وحبيتين كمان من الفلفل الاخضر ونص قرن فلفل حامي. طبعا انت عايزه تزودي عن كده زودي، بس انا عشان في اطفال بتاكل فما رضيتش ازود، وسبت كده على جنب بقى باقي الفلفل الحامي وبصلايه تالته معايا. البصل اللي في الكبه ده تقدري تزوديه عن كده، يعني هيبقى حلو معاكي، مش هيقول لا، يعني تقدري تزودي بصلايه كمان، او بدل حجم البصل اللي انا مستعملاه ده تحطي بصلتين كبار حلوين يعني. ولو عندك فلفل الوان تقدري تحطي برده فلفل الوان مكان الفلفل الاخضر. تمام. حطيت كمان في الكبه رشه من الملح وفرمت الحاجات دي لان انا كنت عايزاهم ينزلوا ميتهم. انا سبتهم منقوعين كده، يعني سبتهم 10 دقايق كده علشان الميه تنزل، وبعد كده عصرتهم من ميتهم واخدت التفل بتاع الحاجه اللي انا عصراها، بس ما كنتش محتاجه الميه معايا في حاجه. رشه الملح دي بتساعدك ان الحاجه دي او البصل يعني ان هو يخرج ميته اسرع. تمام. نزلت بقى على الحاجه دي بنص كيلو من اللحمه المفرومه. انا في العادي بعمل الوصفه دي لو انا في بيتي بعملها بربع كيلو مفروم بس، لكن انا اليوم ده كنت عند ماما فكان العدد كبير فضاعفت الكميه. لكن انت لو انت بقى عايزه مثلا يعني تتبلي نص مفروم على بعضه وتبداي بعد كده تفرزيه الكفته متبله يعني ومتشكله براحتك، عايزه تشتغلي ربع بربع برضو براحتك. تمام. يا جماعه انا فعلا اليوم ده كنت عند ماما، يعني مش بضاعف الكميات وبضحك عليكم، لا، يعني اللي هيدخل يشوف الفيديوهات هيلاقي ان دي مش رخامتي وده مش مطبخي، فمش يعني مش ضحك عليكم في حاجه، حقيقي تطبيق الوصفه دي عملي ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه مفرومه عادي. بدات كده بقى اتبل اللحمه بملح، فلفل اسود، قرفه، بهارات لحمه او 7 بهارات او بهارات مشاوي براحتك. التكه بقى الحاجه الاخيره اللي انا حطيتها دي ده نص رغيف اللي هو الرغيف البلدي العادي بتاعنا ده، و يعني سبته شويه في ميه وبعدين برضو عصرته من ميته وحطيته على عجينه الكفته. ده بيديكي هشاشه كده وطراوه للكفته من جوه وبيخليها محافظه على حجمها ما بتكشش معاكي. بدأت بعد كده اعجن. لو عندك بقدونس هحطي برضو كام عود بقدونس كده متقطعين، بس انا اليوم ده ما كانش عندي. التكه اللي بتخلي الكفته برضو ما تفكش منك ان انتي تعجنيها كويس جدا لحد ما الانسجه كلها تتداخل في بعضها. بيبان على شكل اللحمه ان في انسجه كده، يعني بيبقى بيبين ان في خطوط كده طالعه من اللحمه في بعضها، وقتها تعرفي ان انتي كده الكفته بتاعتك تمام. حتى وقتها كمان لما الكفته بتتعجن كويس طالما هي ما فيهاش يعني ما فيهاش كميه سوائل زياده، ما بتحتاجش ان انت تدخليها فريزر او ثلاجه تتشمع معاكي، انت عجنتيها كويس خلاص مش هتفك منك لو ايه. في الصينيه كده بقى اللي انا هبدا اسوي فيها قطعت البصلايه اللي كانت فاضله معانا دي ما حطيناهاش في الكبه، وبدات اتبلها بملح، فلفل اسود، شطه، بابريكا، كمون، كزبره ناشفه، وبرده بهارات لحمه او ال7 بهارات. وهبدا ان انا ادعك البصله دي كويس قوي بالتوابل علشان تطلع كده ريحتها وتطلع طعمها، و يعني بتبدا كده تنزل ميتها، بتفرق في طعم الحاجه يعني. تمام. دعكتها كده كويس جامد، وبعد كده نزلت عليها بالبطاطس وبرده قلبت البطاطس في البصل، وهبدا بعد كده ان انا اشكل الكفته كور فوق البطاطس دي. طبعا انت تقدري تقطعي البطاطس دي مكعبات وتضيفي عليها اي خضار تاني، يعني تقدري تحطي بسله، جزر، فاصوليا، يعني تقدري تعمليها صينيه خضار مشكل شبه التورلي كده، بتبقى برده حلوه جدا. وسبحان الله كل حاجه بيبقى ليها طعمها، يعني لما تبقى بالبطاطس بس بتبقى مختلفة خالص عن مثلا لما تعمليها ببطاطس وكوسة مع بعض، عن لما تحطي الخضار. يعني ما تفكريش ان هي كفتة كده، لا، هي يعني اساس الكفتة ده بيدخل معانا في وصفات كتير جدا، وبيبقى كل وصفة بطعم مختلف تماما.
خلاص بدأت كده ان انا اشكل الكفتة كلها معايا، وبعد كده نزلت عليها بعصير طماطم، وهبدأ برضو انزل عليها كده برشة من الزيت. انا حطيت هنا باقي قرن الفلفل الحامي كده، حبيت ان هو يتحط كده ظاهر بحيث ان اللي عايز ياكل منه ياكل، اللي مش عايز يبعد عنه، يعني عشان الاطفال او عشان لو حد بياكل ما بيحبش الاكل الحراق او كده. نزلت كده زي ما قلت لكم بعصير الطماطم، وهنزل كده بمعلقتين من الزيت. ودي بقى حاجه اختياري يعني مش اساسيه، عندك مش عندك مفيش مشكله. حطيت كمان كده معلقه من السمنه البلدي، طبعا بتودي الطعم والريحه في حته تانية خالص. الاكله دي تقدري يعني تغلفيها بفويل وتدخليها الفرن، بس طبعا احنا الجو حر جدا. انا سويتها كلها على النار عادي جدا، على عين البوتاجاز يعني من فوق، غطيت بس الصينيه خليتها تغلي كده غلوتين على نار عاليه، وبعد كده هديت النار عليها. انا عموما اي اكل بحب ان انا اسويه على نار هاديه، تمام. وبعد كده لما استوت خالص دخلتها تحت الشوايه كده زي ما انتم شايفين تاخد لون. عملت معاها حله رز بالشعريه، كان اكل حلو جدا واكله مشبعه جدا والله. وبرضو اسمك عملتي خضار وطبيخ لولادك يعني، ولحمه بكميه صغيره. طبعا انت لو نص كيلو، لو نص كيلو الاسرتين مش هيكفيكي من اللحمه القطع، لكن طبعا كفه من المفروم. يعني باذن الله هتعجبكم، وما تنسوش تشجعوني كده باللايك والشير. ما تنسيش برضو لو اول مره تشوفيني زي ما قلت لك اشتركي في القناه وفعلي الجرس، وانا هحط لكم برضو فيديوهات الميزانيه. مستنيه رايكم في الوصفه ومستنيه رايكم في الميزانيه. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.